سلام الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد. الفيديو اليوم كما كتشوفوا غنحضر معكم الفقاصه البنات اللي كيفقس كاع الناس. المهم غنحضر معكم الفقاص اللي كيجي صراحه الله باللوز وكيجي زوين، ونتمنى من الله يعجبكم. الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش بواحد لي لايك وكومونتير، وهذا فضل وليس امر. ويلا خليكم معايا وندوزو لطريقه التحضير. كبيدات هنايا انا فعاودت 5 د البيضات، انا درت 7 د البيض، فعاودت 6 ودرت واحد خنيجه د الفاني ديال الزهر، ودرت المهم كاس د العنبه ديال السكر مع مرشة البنات. انا ما عملتش السكر بزاف، الحلوه كامله نقصت له السكر، عملت زلافه ديال الزيت. المهم السكر كيبقى اختياري، هانتوما نخلطوا البيض والسكر والزيت. المهم حتى كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان ديال البيض والسكر والزيت. هنا بعد ما خلطته كما كتشوفوا هانتوما داك الساعه كنجيبوا اللوز وكنقطعوه طريفات. البنات الحبه اللوز كتقطعوها على 3 ولا على 4، المهم على حساب. انا هنا قطعتهم غير على 3 وجاوني غلاضين في صراحه الله. حاولوا يعني من الاحسن تقطعوها رقيق بزاف. صافي هنا من بعد ما خلطنا نبقاو نضيفوا الطحين بشويه بشويه وانا كنحرك حتى كيتجمع لي الخليط ديالي. وهنا غنعمل 2 ساشيات ديال الخميره الحلوه 8 غرام. صافي ونكمل الخلط، كنخلط الخليط ديالي كامل البنات يتجمع لي الفقاص. يعني نتوما عارفين الفقاص ما كيجي لا قاصح لا خفيف، كيجي هو هذاك، يعني العجينه ديالو كتجي رطبه وكتجي يعني زوينه. المهم انا كنخلط وانا كنزيد في الطحين حتى كنوصل لهذا القوام. ها هو كما كتشوفوا يعني كيتجمع لي العجينه ديالي مزيان. وهنا البنات العجينه ديالنا نقسمها على 3 ديال الكرات وصافي. تقدروا تضاعفوا الكميه وديروا بزاف. انا درت هنايا غير عبار واحد، يعني قلت نعمل هي فلاطه وحده. صافي قسمتهم غير على 3 وصافي. المهم انا عمرته باللوز. على ذلك ملي تجيو تعملوا اللوز ما تعملوش بزاف باش ما يتهرس لكمش بحالي انا. صافي وهنايا كما كتشوفوا غندلكو بحال ما هكا، يعني نتوما عارفين الفقاص. المهم ضروري لي بودان خصهم يكونوا يعني حجم واحد، يكونوا يعني تقريبا مقادين، يعني ما جايش من واحد الجهه غليظه واحد الجهه رقيقه، كتحاولوا تقادوه يعني يجي سمك واحد. صافي انا كنبقى بحال هكاك على داك الطريقه البنات حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي. كما كتشوفوا هما غير 3 ديال لي بودان. صافي هانتوما من بعد البنات انا راه دهنت بهذا بالبيضه وشويه ديال الحليب ودرت شويه د نسكافيه وما خرجوا من الفران. راه غطيتهم مثلهم الرفازكه وحده من تحت وحده من الفوق وخليتهم ليله كامله. عاد البنات شويه ديال الحليب وصافي البنات. وداك الساعه كندهنوهم بحال ما هكا كما كتشوفوا البنات. انا هنايا الفقاص نسيت راه ما تقبتوش، نتوما حاولوا تقبوه باش ما يتفرقعش معاكم، حيت انا راه تفرقع لي ولكن ماشي مشكل، واخا تفرقع يعني ما تهرسليش بزاف، غير شويه وصافي. ولكن من الاحسن تحاولوا تقبوه، حيت انا راه نسيت والله العظيم. صافي حتى لقيته في الفران بلا ما نعاود لكم تفرقع. المهم ما علينا، واخا هكاك جا زوين وجا المذاق ديالو غزال ما شاء الله. الله يعطيني الصحه وصافي. ايوا هادشي اللي كاين. صافي غندهنهم بحال ما هكا. والفران ضروري ما يكونش الفران البنات سخون بزاف ولا مشعل من قبل، حيت ملي كيكون شعل من قبل الفران راه غير كتدخلوا لي بودان ديالكم لتما راه كيطرطقوا لكم. انا داكشي علاش طرطقوا لي، حيت الفران كان شاعل من قبل، حيت كنت كنطيب فيه الحلوى.
وزيد ما تقبتهمش صافي. يعني زينو كيما بغيتو، ديروا خطوط كيما بغيتو. انا غير كنت كنجبد وصافي، ما كانش كنت كنقول غير امتى نسالي وصافي، حيت النهار كامل وانايا واقفه داكشي علاش. ولكن في الاخير كتجيك شي نتيجه لي زوينه، واخا كضرب تماره ودوز النهار كامل في تماره وهادي، في الاخير كتلقى درتي شي حاجه زوينه كتحمر الوجه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. صافي غنكمل على هاد الشكل هذا البنات، يعني تزين على الشكل اللي بغيتوه، وندخلوهم للفران ديالنا ونخليوهم يطيبوا. بعد ما يطيبوا راه كندوزوهم ونخليوهم ليله كامله حتى كيرطابوا البنات في شي منديل د الخبز. هنا من بعد ليله كامله البنات، هنا كنوريكم بعد ما تهرست لي هذيك مي هزيتهم. دابا هنايا البنات راه انا باتوا لي ليله كامله، راه فزقتهم وخليتهم ليله كامله، عاد لغت ليه عاد باش دوزت البنات باش نقطعهم. هانتوما شفتوا الشقات كيفاش تشقوا لي، ولكن واخا داك الشقات اللي كتشوفوا بحال ما هكاك راه ما كانوش كيتهرسوا لي. انا تهرسوا لي من اللوز اللي درت بزاف، وما درتش عاد اللوز، ما درتش اللوز رقيق بزاف، هو اللي كان كيهرسهم لي. واغلبيه كيتهرسوا لي غير في الجناب، غير في البلايص اللي جاني فيهم اللوز بزاف، ولكن ماشي مشكل. ولكن حاولت معاهم، وضروري ما يكونش موس حاد وما كتخدموا به حتى شي حاجه. انا هاد الموس اللي قطعت به زعما لي بودان راه زعما ما كنستعملو حتى في شي حاجه، غير فيهم هما وصافي، ولكن ماشي مشكل. المهم في الاخر جات نتيجه زوينه، عجبني وجا مذاق ديالو غزال ما شاء الله والله العظيم. هنا زعما راه كنقطعو غير بشويه واخا هكاك عصبني، علاش قالوا له الفقاس راه كيفقس نيت. المهم ما علينا، هنا كنوريكم كيفاش جا عامر باللوز. هنا من بعد ما عمرته في لاطه كامله البنات، وغنبقى المهم ندخل الفران ونطيبو. هذه اللاطه الاولى، وعاد غادي ندوز باش نكمل عاوتاني تقطع، ونكمل حتى نساليه كاع في مره واحده، وفي الاخر كيجي عليه كبيدات. المهم هذا هو الفقاس ديالنا من بعد ما طاب. نتوما الفقاس عارفينه هو الفقصه الكبيره. المهم فقصني ولا انما المهم ما علينا. الفقاس باللوز هكا كيجي دائما، راه دائما غتلقاه كيتهرس كيعمل. المهم في الاخر جا زوين، المذاق ديالو جا زوين، واخا تهرس لي شي حاجه ولكن ماشي مشكل. المهم في الاخر كيجي مزيون وكيجي على هذا الشكل هذا. حيت انا البنات راه درت له اللوز بزاف، ما درت معاه لا زبيب لا والو، كان عليا نديرو غير بوحدو خاوي، ولكن لا، انا فضلت ندير له اللوز باش يجي مذاق زوين وتجي شي حاجه ما كتاكلش هي الطحين بوحديتو هادي. على ذلك البنات انا عملته باللوز، وانتم عارفين كل مره كنعمل شكل في شكل. يعني ديك المره عملنا فقاس بريستيج، هو عندي في القناه راه كتشوفوه. كما قلت لكم البنات راه الفقاس بريستيج راه عندي في القناه ديالي، ودابا غنعاود نشاركو معكم ان شاء الله عن قريب وتشوفوا البنات. هذاك راه ما كيتهرس ما حتى شي حاجه، كيجي بصراحه الله مزيون بلا تكسار بلا والو، وكينجح معكم 100% البنات. ماشي بحال هذا صراحه الله كيتهرس بالحق. الا عملتو الفقاس ما فيهش اللوز البنات راه اكيد ما غيتهرس لكمش وغيجيكم عاوتاني زوين. ولكن نتوما عارفين الفقاس يعني ضروري من اللوز والنافع حبه حلاوه، كل واحد باش كيديرو. انا هنايا ما عملت له لا نافع لا حبه حلاوه لا والو البنات، عملت الفقاس غير عادي ودرت له غير اللوز وصافي. ولكن نتوما كيبقى لكم اختيار، تقدروا تعملوا اللوز الفقاس ديالكم باش ما بغيتو. يعني بغيتو ديروه بحبه حلاوه والنافع تقدروا تعملوه، بغيتو تعملوه باللوز كتعملوه، يعني كل واحد والاختيار ديالو وصافي. مع انا عندي واحد الفران كيفقس كتار من هذا الفقاس كيحرق لي الحاجه غير في الوسط وفي الجناب ما كيطيباش مره. يعني خصكم تقيلوا نهار كتقلبوا تشقلبوا باش طيب لكم الحاجه مقاده والله العظيم. ايوا المهم ما علينا، هذا هو الفقاس ديالنا بهذا النهار، ونتمنى يعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش بواحد لي لايك وكومونتير. اسماء قلت لكم اسماء زعما كنقول لها اسكت ما تكرشيش. ايوا ما علينا صافي هادشي اللي كاين. المهم نتمنى من الله ما نطولش عليكم الفيديوهات. انا عملت الفيديوهات يعني دغيا البنات، وكما كتعرفوا انا الحلوه عملتها يعني عملتها بنهار واحد البنات، يعني غير نهار عملت فيه 5 تشكيلات. المهم انا غنشاركهم معكم ان شاء الله فيديو مورا اخر، ما بغيتش نحط لكم فيديوهات مشروكين، على ذلك كل فيديو غنحط لكم بوحدو باش تستافدوا منه.
ربما نقدر نفيدكم بشي حاجه، ربما شي حاجه نعملها تعجبكم. كل واحد الافكار ديالو، كل واحد الذوق ديالو، وانا غنشارك معكم الافكار ديالي وصافي. اما دابا هاد الساعه كلشي رجع كيعرف، وكلشي كيعرف يصايب الحلوه، كيعرف يصايب كلشي اللي ما عمرو دارها غيديرها. غير هي بنادم كاين شي، المهم كاين بزاف الناس كتجيهم صعيبه وهي ساهله. ايوا صافي هادشي اللي كاين. ايوا الفقاس ديالنا هانتوما شفتوه من بعد ما طاب وجدناه، راه انا صورت معكم مراحل كاملين البنات وصافي. ايوا نتمنى الله يعجبكم الفيديو ديالي. الا عجبكم ما تنساونيش بواحد لايك وكومونتير. طلعوني واحد شويه راني ناعسه. ايوا صافي الكبيدات دابا هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا. كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوه، كيجي صراحه الله شهوه منه. جا محمر هانتوما وجا مقرمل وواحد المذاق غزال بلا ما نشهيكم فيه. وصافي هنا وصلنا لاخر مرحله في الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بواحد لايك وكومونتير، وشاركوا الفيديو مع العائله ومع الاصدقاء ومع كاع الناس اللي عزازين عليكم. يلا نخليكم تلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. يلا سلام عليكم.